من حديث الساعة. اليوم هنتكلم عن حب مصر، عن حب الشعب المصري. أتمنى من كل مسؤول على أرض مصر، إن كان رئيس مجلس الوزراء، إن كان الوزراء، إن كانوا الأحزاب، إن كانوا النواب، أي ممثل للشعب المصري، أتمنى أن يبادل الشعب بحب. كلمة حب كلمة كبيرة جدا، وعشان نتكلم في كلمة حب هناخد سنوات وأعمار طويلة نتكلم فيها. لكن أحب أن أؤكد إن في مادة في الدستور قالت، مادة رقم 4، قالت إن السيادة للشعب المصري، وإن هو مصدر كل السلطات. وربنا اتعلمنا منه إن لا يغير قوما حتى يغيروا بأنفسهم. النهارده الحديث للشعب المصري، مش بس للسادة النواب ولا ممثلين الشعب. أنا بطالب الشعب النهارده بإن ما يسكتش عن حقه. هتقولوا لي أنت عايز تقوم بثورة؟ لا، أنا عايز النهارده مشكورا السادة الوزراء أقروا، رئيس مجلس الوزراء أقر بإن كل منتج هينزل عليه سعره. ما تشتريش حاجة أكتر من سعرها. ما تشتريش أي حد في أفراد الشعب المصري، ما تشتريش حاجة أكتر من سعرها، علشان نقدر نوقف الفساد الموجود لدى التجار، فساد النفوس وفساد الضمير. النهارده باكو الشاي مكتوب عليه 10 جنيه، بيبيعوا ب12 جنيه، بيبيعوا ب13 جنيه. ليه؟ مكتوب عليه 55 جنيه، بيبيعوا ب70 جنيه. ليه؟ أتمنى من الشعب ممارسة حقها هو الدستور مديها كل الإمكانيات للشعب. أنا عايز أقوم بحملة ضد الدكار وضد أصحاب المصالح اللي بتحصل في إن التجار يغلوا الأسعار. أتمنى إن حد يحط إيده في إيديا. هيظهر على الشاشة قدامكم رقم تليفوني، هو رقم الواتس، رقم الاتصال هو رقم الواتس. أتمنى التواصل في أي قضايا. عايزين نوقف نزيف الفساد الموجود في الدولة، نزيف البشع وعدم الضمير اللي موجود عند التجار. مصر محتاجة الحب. والله لو كل واحد فينا قام بدوره على أكمل وجه، مش هيبقى فيه غلاء، مش هيبقى فيه فساد. لكن احنا بنيجي نقول ايه يعني لما انا 6 جنيه لواحد فاتح محل؟ ايه يعني لما 2 جنيه؟ حقك خده وحقي اخده. مصدر السلطات في الدستور المصري هو الشعب. الشعب هو اللي يعدل من نفسه. ربنا علمنا وقال كده: ما يغير قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا اللي نغير، مش بس ممثلين الشعب. ممثلين الشعب كتير قوي، السادة الوزراء والسادة رؤساء الأحزاب والسادة النواب، لكن مش مطالب منهم ان هم ينزلوا الشارع ويحموك. لكن في النجدة تحميك، في التموين يحميك، في حماية المستهلك تحميك، في أجهزة رقابية كتيرة وعديدة جدا، بما فيهم مجلس الوزراء. موجود رقم الواتس للشكاوي، هيبقى قدامنا على الشاشة، علشان تقدر تشتكي أي حد بيغلي أسعار أي منتج. أولا، لما رئيس مجلس الوزراء خد قرار بإن يحط على كل منتج سعره للحفاظ على حق المواطن، على حق المواطن البسيط، على حق المواطن الغلبان، وده أنا بشكره فيه. بس التطبيق في إيدينا احنا، في إيد الشعب، مش
في ايد الساده الوزراء بس، او مش في ايد رؤساء الاحزاب بس، او مش في ايد النواب بس. لازم كلنا نتكاتف، لازم كلنا نحب مصر، لازم كلنا نوقف نزيف الجشع، نزيف الضمير اللي مات. عايز اتكلم مع الشعب المصري عن الثروة الحيوانية والنحل وحاجات كتير قوي قوي، بما فيهم مادة 78 من الدستور اللي بتدي الحق للناس في سكن ملائم، مادة 79 اللي بتؤكد على ان المواطن له حق في غذاء نظيف وماء نظيف، غذاء صحي وماء نظيف. عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، بس عايز اقول واكرر: ما يغير قوم حتى بانفسهم. اتمنى ان حد يعاوني، اتمنى ان الاقي حد يحط ايده في ايديا. رقمي ظاهر قدامكم، لو في اي مشاكل انا تحت الامر. بعرض ان انا عندي ملفات كتير قوي عايز اعرضها على مجلس النواب وعلى السادة الوزراء لاصلاح حياة المواطن المصري. عايز قبل ما اختم اول حاجة: انتظروني في حلقة قادمة عن المكافآت اللي بتتم للسادة العاملين في الطب البيطري. مكافآت كتير قوي: صندوق التأمين على الماشية بدل 300 ساعة، مكافحة الوقاية، صندوق المجازر، صندوق العلاج الاقتصادي. عايز اتكلم مع وزير الزراعة في الحلقة اللي جاية عن حاجات كتير، عن النحل ومربين النحل فين حقوقهم، عن الثروة الحيوانية لان احنا لسه ما كملناش الثروة الحيوانية، عن قضايا عديدة جدا جدا جدا. انا مش عارف فين النواب، مش عارف فين ممثلين الشعب، ان كانوا احزاب او ان كانوا نواب، هم فين؟ انا عندي ملفات عديدة جدا، ملفات تخص المواطن المصري، ما تخصش اسامة، تخص المواطن المصري في الاول وفي الاخر. انتظروني في حلقة جديدة عن المكافآت وعن مشاكل جديدة داخل وزارة الزراعة